أنا ليه مش عارفة أرتاح؟ كل ما أحاول أضبّطها بتبوظ أكتر. أنتِ بتسألي؟ بتحبّي النظام ممكن، بس كل حاجة هنا مكركبة زي دماغي. مش يمكن المشكلة فيكِ؟ مش عارفة أبدأ منين. كل مرة نفس السيناريو، بتبدئي بحماس وبتفقدي الشغف بعد 5 دقايق. أنا طاقتي بتخلص بسرعة. طب وبعدين هتفضلي تعملي كده طول حياتِك؟ أنا مش عايزة تقطيم. على فكرة أنا مشكلتي مش في النظام، أنا مشكلتي إن أنا كل حاجة شايفاها مهمة ومش عارفة أختار مين اللي أعمله دلوقتي. وأنتِ بقى اللي فاهمة نفسِك والّا بتحاولي تقنعي نفسِك إن ده عادي؟ أنا مش لازم أكون زيهم، أنا مختلفة، أنا ADHD وده مش مرض ومش ضعف، أنا بس طريقة دماغي مختلفة. خلاص يعني بطلتِ تلومي نفسِك. لأ، أنا باحاول أفهمها. عمرك سألت نَفْسك إزاي بتحب النظام أوي وبترتاح فيه بس مش عارف تبقى منظَّم؟ أو حتى عامل مجهود جبار عشان تحافظ على النظام اللي حواليك أو في حياتك أو حتى جوّه دماغك؟ طب بتسأل نَفْسك هو أنا ليه بانسى بسرعة لدرجة بانسى أسامي الناس اللي لسه سائلهم عن اسمهم وترجع تسألهم تاني وتحس إن أنت مُحرَج شوية؟ طيب كام حد فيكم حس بمعاناة المذاكرة أو الثبات أو المداومة أصلًا على المذاكرة، رغم إن ممكن تكون شاطر، تفهم بسرعة، لأ وكمان بتجيب درجات، وهنا بقى تيجي المشكلة هو ما بتبقاش فاهم هو ده بيحصل إزاي، لدرجة أوقات تفكرها جات حظ، فتفقد ثقتك في نفسك، هو أنا شاطر والّا مش شاطر؟ في حاجات كده كتير طول الوقت بنفضل ندوّر عليها ونسأل نفسنا إنه إحنا ليه كده؟ مثلًا طول الوقت بننسى ونضيّع حاجتنا ونفضل ندوّر عليها. حياتك عبارة عن to do list سواء بتعملها أو لأ، تزهق منها بسرعة جدًا، أنت اللي عاملها وأنت اللي حاطط الplan بتاعتك ومش قادر، ترجع تلوم نفسك، تجلد نفسك سواء في الشغل أو في أي حاجة، على طول مضطر، على طول مزنوق، على طول تعبان، تحس إن أنت بتجري ورا حاجة، في حاجة لسه ما اتعملتش. بلاش كده. أوقات بتحس إنك اجتماعي وشخص بيحب الناس وفي عندك طولة بال، وأوقات بتحس إن أنت مش قادر حتى ترد عليهم، وبالعكس حابب العزلة جدًا وإنك نفسك تقعد مع نفسك. طب يا رب هو أنا شخص كئيب والّا أنا شخص لذيذ؟ لو بتحس بكل ده فأحب أقول لكم إن دي جزء وبعض من أعراض الADHD. الفيديو بقى ده علشان أقول لكم إن أنا ADHD، ولو بعض الناس ممكن تشوف نفسها في حاجات من دي، في حاجات عندنا كلنا، ممكن بعض الناس تنسى، تتوتر، لكن بنسبة أقل. لكن اللي عنده ADHD هو عنده من الصفات دي كل صفة منهم بدرجة كبيرة جدًا، وممكن تبدأ أوقات تعطّله عن حاجات في حياته. وإيه بقى الهدف من الفيديو ده؟ الهدف الأساسي علشان يبقى عندنا وعي، اللي يشوف نفسه في حاجة من اللي بتتقال فعلًا يروح يتشخّص ويتأكد عشان يفهم نفسه ويرحمها ويهدى شوية. وخلّيني بقى أحكي لكم عن قصتي مع الADHD علشان نفهم ونتفهم ونتعاطف مع الناس اللي عندها ADHD، لإن ما حدش فاهمهم، يمكن أقرب الناس ليهم المجتمع، وهو مش مرض زي ما بيتقال. وكمان زي ما باقول لكم نهوّن على بعض الحاجات اللي إحنا بنعدّي فيها، هو مش حد مجنون، مش حد غبي، مش حد وِحِش ولا مهمل ولا كسلان، ممكن يكون اندفاعي فعلًا شوية، لكن هو مش بإيده كل اللي بيحصل. فزي ما اتفقنا لازم نروح نكشف، نتأكد من التشخيص علشان نعرف نتعامل مع الطبيعة المختلفة. خلّيني أقول لكم إن هو طبيعة بس مختلفة، أنا باشوفه نوع من أنواع البشر، والوعي والتفهم هنا مهم جدًا، لإني شُفت إن مجرد المعرفة هتهدّي كتير، وإحنا الADHD أساتذة في جلد الذات، تأنيب الضمير، ولمّا بتعرف إن دي حاجة خارجة عن إرادتك بترحم نفسك وهو ده المطلوب. الADHD التعريف العلمي المنتشر هو فرط حركة وقلة التركيز، يمكن كل الكتب العلمية زي ما باقول لكم التعريف المنتشر، والدكاترة بيقولوا إن كل ما بنكبر الأعراض بتخف، وإن الطفل هيبقى طبيعي، بس الصح وهو الطفل طبيعي من الأول، هو ربنا خلقه كده، عنده نقص في نواقل عصبية ومنها الدوبامين بيقل بسرعة عن غيره، فبالتالي بيظهر عليه الحاجات اللي هنتكلم عنها بعدين. ده أول تصحيح إنه مش مرض، هو بس لحد دلوقتي حتى العلم بيقول عليه disorder مش disease مش مرض. وزي ما باقول لكم أنا باشوف إنه تكوين مختلف علشان أنا أصلًا ADHD. ثانيًا هو مش بيخف لمّا نكبر، كل الموضوع إن بدل ما هنتنطط على الكنب وهنجري ونلعب،
لكن ونفضل نتكلم كتير، اللي هو الامهات اللي بتتضايق من ولادها اللي بيتكلموا كتير. لا لا، كل اللي هيحصل ان الدوشه والحركه دي هتتنقل من الحياه والحركه الى حركه في دماغي. انتوا شايفين ولادكم زنانين؟ هم اذكياء، هم مختلفين، هم على طول بيسالوا اسئله وحوارات حواليهم. عايزه اقول لكم بقى ان الاي دي اتش دي بياخد باله من حاجات محدش بيعرف يركز فيها غيره. عنده حاجه اسمها هايبر فوكسنج، هكلمكم عليها بعدين. يعني هو لما هيركز في حاجه هيبقى عامل كده زي الليزر، مركز جدا، وهو حاجه دي لازم تكون بيحبها علشان هيجيبها وهيروح فيها للاخر، ومش هيضيع وقته ولا طاقته في حاجه ملوش فيها اصلا، لانه الطاقه عنده يا جماعه بتنزل بسرعه، فانا مش ههدرها كده. هو ده ذكاء على فكره، وده اللي بيخليه بيعرف يتعامل مع المشاكل او حتى الصدمات اللي بيسببها له الاي دي اتش دي. ويا ريت بقى من بعض التعديلات كمان نزود انه 80% وراثي، 20% من البيئه اللي حواليا، او تروما او موقف حصل للبني ادم ده وهو صغير خلت انه الاي دي اتش دي يبان عنده. فمهم جدا بدل ما نفضل نعمل ليبلنج للولاد بالزنان والرغاي والكلام ده، ان احنا نشوف هما ايه المشكله فيهم، اللي هي اكيد 80% منها وراثه من الاب او الام. الاعراض بقى اللي بقول لكم عليها اللي دايما احنا بنشوفها بطريقه سلبيه وبيخبط في الحيطه واندفاعي وكل الكلام ده، انه المفروض ان احنا شايفين ان الشخص ده المفروض ما يعيش معانا على الكوكب، وان احنا ازاي نعالجه ونتخلص منه. والحقيقه في جانب اخر، الشخص ده حنين جدا، بيحس بالناس لانه شايف وفاهم من اللي قدامه، وحتى وهو بيتكلم، وحتى لو الشخص ده كان طفل شايف اللي قدامه حاسس بايه. حتى مع اصحابهم في المدرسه، حتى معاكم في البيت، هتكتشفوا ان الاطفال دي حنينه جدا واذكياء جدا، بس احنا لو فهمناهم. الاي دي اتش دي يا جماعه هو سابق سنه دراسيا، هتستغربوا بس هقول لكم ازاي. هو سابق سنه دراسيا، عشان كده بتلاقيهم من النوع طول حياتهم في المدرسه بيلعبوا ويجوا يتزنوا في اخر دقيقتين، وبعدين ربنا بيكرمهم وبيجيبوا درجات والدنيا بتمشي معاهم، وانهم فعلا بينجزوا في 4 ساعات اللي غيرهم ما بيعرفش ينجزوا في 4 ايام واسبوع وعادي يعني. لكن زي ما قلت لكم هو هيشتغل في اخر دقيقه، لاست مينيت كول. ولكن لما هتلاقيه اصغر من سنه في ان هو يثبت علشان يذاكر، في ان هو يسمع الكلام، فعلى قد ما هو شاطر جدا دراسيا او بيفهم ولماح، فهو اكبر من سنه سنتين، لكن اصغر من سنه سنتين في الاوامر، في ان هو يفهم انت بتقول له ايه، في ان هو عايز يثبت علشان يعمل الهوم ورك بتاعه. فدايما وانتوا بتذاكروا هتلاقوه هو مش سامعك، يعني مركز في اي حاجه حواليه، وكانه فعلا زي ما بقول لكم اصغر من سنه. عرفت بقى امتى انجي وعرفت ازاي؟ عايزه اقول لكم ان انا عرفت متاخر قوي، يمكن قبل ما اعمل لكم الفيديو ده بشهور، واصلا كنت المفروض ان انا بعمل اويرنس للاي دي اتش دي عامه، وبدات اشوف شريط حياتي بيعدي مني وتفسيرات لحاجات كتير في حياتي فهمتها وانا بحضر الفيديو ده. عشان كده قررت ان مع الاويرنس اللي هعملها ان اقول لكم الستوري بتاعتي كانسان عادي شاف حاجات كتير في حياته كان برضو بيلوم نفسه عليها. وعلى قد ما درست حاجات ومنها البورد الامريكي وفيها كان بيتكلم عن الاي دي اتش دي، الا انه برضو كان بيقول انه الاي دي اتش دي لحد مرحله عمريه وبعد كده الاعراض بتقل، وده مش حقيقي. بالعكس بدات اشوف الناس بتقول ايه بره، بدات اشوف مين الدكاتره الكويسين هنا، علشان نعرف ان الاي دي اتش دي يا جماعه هو نعمه ومش حاجه وحشه زي ما احنا متخيلين، بس نفهمه ونعرف نتعامل معاه. بجد انا عايزه احكي لكم انا قد ايه كنت بتعب قوي اني بس ارتب حاجتي واوضتي ومكتبي بالساعات، وابقى مش فاهمه انا ببهدلهم اصلا امتى وازاي. انا بجد بحاول احافظ عليهم، بيتبهدلوا امتى معرفش. ولقيت كده تعبير من دكتور عجبني قوي، ان الاي دي اتش دي دماغه شبه اوضته، يعني انا كمان اللي بيحصل في الاوضه ده حاصل في دماغي. وبدات اشوف بجد ان ده مجهود كبير قوي يا جماعه، يمكن هو ده اللي بيخلي ان طاقتنا فجاه بتنزل من غير اي مجهود، لانه في دوشه وفي فوضى زي ما هي حواليا هي في دماغي. مش بس كده، انا بحاول ارتبها وعامله جهد كبير جدا. احنا بقى مسكنا الاطفال ولزقنا عليهم ستيكرز، انت عندك ADHD، انت كذا، لا هيروح ان شاء الله لما يكبر، وبعدين لما ما يروحش نرجع نقول هو ده كبر ليه وحياته بايظه، احنا مش عارفين. اللي انا عايزه اقول لكم بقى ان النوع ده من البشر كتير على الكوكب، يعني احنا كتير. منظمه الصحه العالميه WHO قالت ان 5% من الاطفال و2.5 من الكبار عندهم ADHD، رغم انه الارقام دي عمرها ما هتكون
حقيقيه، احنا اكتر من كده، بس للاسف مفيش اي احصائيه علميه لكل دول العالم فيها اصلا تشخيص للاي دي اتش دي. ما انا وانت وغيرنا ما كناش مشخصين، فاحنا مش معدودين. ولذلك فان الارقام اللي طالعه دي هي في اكتر منها بكتير عندنا ADHD. عشان كده كان مهم جدا جدا ان انا ابدا معاكم ان احنا نبدا نبص لاولادنا نظره تانية، نشخص، احنا الكبار اصلا نتشخص. وعشان كده ده كان سبب اني بقول حكايتي، لانه هي مش فكره حكايتي انا كحكايه، هي حكايه ناس كتير هم لسه ما عرفوش، وخاصه جيلي، لانه كبرت لقيت انه كتير جدا من الناس اللي حواليا بياخدوا ادويه اكتئاب وتوتر، ودول متشخصين غلط. ال ADHD غالبا لما بيكون مش مشخص بيتشخص اكتئاب وتوتر. سبب تاني من حكايتي انه بجد البني ادم بيتحسن لما بيعرف. الوعي والمعرفه هي نص المشكله، لاني على الاقل حتى لو ما خدتش دواء او علاج فبقيت فهمت نفسي، فهمت انا بعمل كده ليه، بقيت ما بلومش نفسي، ارحم شويه على نفسي. وده هداني كتير. لما بيحصل اي حاجه بضحك وبقول انا ADHD. استنوا الحلقات اللي جايه فيها كمان حاجات اكتر.